بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة وزي ما انتوا شايفين كده هنعمل الفيديو الجبار ده. البطاطس دلوقتي مالية السوق وكلها جميلة، كلها للتحمير، فلازم نستغل الموضوع ده ونحتفظ بشوية منها للوقت اللي بتبقى فيه البطاطس في السوق مش حلوة، بتبقى بطاطس محلونة، فتبقى عندنا البطاطس دي موجودة. تنفعنا بقى في السحور بتاع رمضان بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين. وكمان لو البطاطس بتبقى زي ما اتفقنا كده او زي ما قلنا بتبقى محلونة في السوق، والولاد ما بيستغنوش عن البطاطس، يعني فطار غدا عشاء عايزين البطاطس، تبقى دي موجودة ونقدر ان احنا نطلعها بسهولة، و5 دقايق في الزيت وتبقى زي الفل. هنقشر الكمية كلها ونخرطها بالشكل دوت صوابع. الصباع ما يبقاش رفيع، يبقى مليان شوية عشان يستحمل معانا، لان احنا النهاردة مش هنقليها، النهاردة هنحتفظ بيها بإذن الله بطريقة اسهل وموفرة خالص للزيت. هنقطع الكمية كلها وعلى البوتاجاز مية بتغلي، وعلى بال ما نروح للبوتاجاز تكوني نزلتي اشتركتي في القناة ودعمتي زر الجرس وحطيتي لايك وكومنت حلو، وبسرعة تشوفي هنعمل ايه على البوتاجاز. معلقة من السكر وحوالي نص كوباية من الخل مع المية اللي بتغلي. على طول هنزل بالبطاطس بتاعتي 3 دقايق او 4 دقايق بالكتير، لان احنا هنا مش بنسلق بطاطس، احنا بس بنديها صدمة. حاطين لها معلقة سكر للحفظ، وكمان حاطين لها خل علشان ما تسودش. تمام، هنديها الصدمة ديت وعلى طول هنخرجها من المية وهنفردها على قماشة على المطبخ تبرد، وبعدين نشوف هنعمل فيها ايه. طبعا لو الكمية كبيرة ما تحطيهاش مرة واحدة، انزلي بيها على مرتين. اهو دي كده الكمية التانية او المرة التانية اللي حطيت فيها بطاطس في المية. المية يا بنات بتاعت البطاطس دي في منتهى الجمال، يعني لو انتي حاطة اي زرع في البلكونة ممكن انك انتي تسقيه من المية دي، حلوة جدا ومغذية للزرع جدا، يعني مش هنرمي حاجة. زي ما انت شايفة كده البطاطس سخنة، بعد ما اتصفت على طول هفردها على المطبخ. الشغلانة دي يا بنات مش بتاخد وقت، يعني شغلانة بسيطة وسهلة واسهل حاجة في التفريز ممكن تعمليها. يعني هو كل الموضوع انك انت بس بتقشري البطاطس، اما الباقي ده مش هياخد معاكي دقايق. زي ما انت شايفة كده انا هحطها في التلاجة تجمد قبل ما احطها في الاكياس، فعلشان تجمد كلها طبعا كتير وما اقدرش احطها على بعض، فهفرد كيس بلاستيك كده وادهنه بالزيت، وبعدين ارص فيه كمية من البطاطس وادهنها من على الوش بالزيت. بصي بغلف كده البطاطس بالزيت، وبعدين احط طبقات فوق بعضها وادخلها الفريزر. بعد ما تجمد اطلعها واحفظها في الاكياس بقى اللي انا عايزة احفظها فيها. وبس كده خلاص، يعني هي دي كلها القصة بتاعت حفظ البطاطس. بإذن الله تقعد معاكي من السنة للسنة، ما يجرالهاش أي حاجة. هتخرجي منها، احنا هنحطها في اكياس كبيرة، مش هحطها في اكياس على قد الاستعمال، لأنها مش بتلزق في بعض. فانت يا دوب هتفتحي الكيس تاخدي على المقدار اللي انت عايزة تسويه، وتقفلي الكيس على طول وتحطيه في الفريزر. زي ما انت شايفة كده مش لازقة في بعض خالص اهي، مفرطة خالص. بحطها في اكياس كبيرة واشيلها في التلاجة في الفريزر طبعا. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعي النهاردة. لو عجبك ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس الإشعارات، بإذن الله يوصل لك كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.